عمالقة الفن العالمي أمثال شاكيرا، كيني ووست، كاظم الساهر، ميادة الحناوي، صابر الرباعي وعمرو دياب، بالإضافة إلى الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي و500 فنان مغربي. فنانون سيؤتتون فضاءات مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي يحتفي هذه السنة بدورته ال10 في الفترة ما بين 20 و 28 مايو المقبل، كما أكد على ذلك منظم المهرجان في ندوة صحفية تم عقدها اليوم بمدينة الصخيرات. الجمهور كي يبحث على الجديد، وحنا مضطرين اننا في كل دوره نجددوا البرنامج باش يمكن يكون الاقبال مستمر. مهرجان موازين الذي طال مصاحبته انتقادات خاصة على مستوى الميزانية الكبيرة التي ترصد له، والتي تقدر هذه السنة ب 62.4 مليون درهم. يؤكد المنظمون أن كل تلك الأموال يتم تحصيلها من شركات خاصة تمول المهرجان مقابل الإشهار، بالإضافة إلى مبلغ مالي تساهم به مجلس المدينة ومداخل المهرجان من بيع بطائق للجمهور. فبالنسبة المدينة كتوزع 4 ملايين درهم، سبونسورينغ 23 مليون درهم، والمداخيل ديالنا اللي كنا باش نطوروها بخلق نموذج اقتصادي 34 مليون درهم، 35 مليون درهم. فيعني الأكثر الميزانية اللي كيشكل الحجم الأكبر هو المداخيل اللي تمكننا باش نطوروا النموذج الاقتصادي ديالنا. الانتقادات الموجهة للمهرجان هذه السنة، والتي زادت حدتها مع الاحتجاجات التي عرفتها بعض مدن المغرب، جعلت بعض الشباب يوجهوا رسائل للفنانين الأجانب الذين سيحضرون هذه السنة لإثانيهم ربما عن الحضور إلى المغرب. فكيف استقبلت اللجنة المنظمة هذا الخبر؟ الشباب كيراسلوا، يمكن لهم يراسلوا الفنانين، كيعرفوا الواقع الارضي كيف عامل. قبل ما يجيو الفنانين عندهم اصدقائهم فات لهم الجاب، شافوا المهرجان، شافوا النوعيات المهرجان شنو هو، شافوه بانه مهرجان سيتويان، مهرجان اللي فيه المجانيه، مهرجان اللي ما كيقصي حتى شي مغربي، مهرجان اللي كيمكن يدخل ليه اللي عنده باش يخلص تذكيره باش يكون في الصفوف الاماميه، وكاين اللي يمكن اكثر من هذا العدد 90% كتجي تتفرج بلا ما تحط حتى درهم. يذكر أن المهرجان سيستقبل هذه السنة أزيد من 1500 فنان من جميع أنحاء العالم، وسيشهد تنظيم 100 حفل موزع على 11 موقعا، 8 منصات في أحياء مختلفة من المدينة، ورواقين فنيين ومسرح محمد الخامس، وذلك راجع بالأساس إلى كونه أصبح من أكبر الأحداث الفنية في العالم، وقد نجح في خلق وفرض صورته الخاصة، صورة مهرجان فني من الحجم الكبير مفتوح أمام أكبر عدد من الجمهور، وفضاء للتقاسم بين النجوم العالميين والمواهب الصاعدة، ومكان للقاء بين المحترفين والهواة.